ما يلا نصلوا على النبي وتعالوا نشوفوا حكايتنا النهاردة بتقول ايه. وبيبدأ مسلسلنا في جلسة حكم في المحكمة عن قضية قتل، وبنشوف واحد بيتهم بنته ان هي اللي قتلت امه، يعني من الاخر كده بيلبس بنته قضية قتل جدتها، بس طبعا دي ما بتكونش الحقيقة. وبنرجع بالزمن ليوم الحادثة علشان نفهم اللي حصل، وساعتها بنشوف جين اخو يان واللي بيحاول يجبر الجدة على انها توقع على سند ملكية البيت اللي هم قاعدين فيه ده بالعافية، واللي بيكون ابو يان ماسكها مكتفها علشان ما تمنعهوش. ولما بترفض الجدة توقع بيكون جان عاوزها يجبرها على التوقيع، وبيحصل بينهم جدال كبير بينتهي بطعن جان للجدة بالقلم في رقبتها غصب عنه، وبتقع الجدة وبتموت بين ايدين يان. وبتحاول يان تقول ده للمحكمة وانها شافت جان بعينيها وهو بيقتل الجدة، لكن ابوها بيكدبها وبيشهد ضدها، وعلشان مفيش دليل كافي بتخرج يان على ذمة التحقيق بس بكفالة، وبتتأجل الجلسة لحد ما يشوفوا لهم محامي. وبتخرج يان بتلاقي الصحافة ملمومة عليها وبتتهمها بقتل الجدة، وابوها واخوها كمان بيمثلوا الانهيار والدنيا مقلوبة عليها. وفجأة بيظهر بطلنا تشي واللي بيكون اشطر واشهر محامي، ولما بيلاقي تجمع ودوشة كده قدام المحكمة بيقول لهم ان دي محكمة مش سوق علشان يتجمعوا حواليه بالشكل ده، وبيمشيهم. وبتحس يان انه ممكن يساعدها لو عرف انها مظلومة، لان سمعته كويسة والكل عارف عنه انه بيحب الحق وبيكره الظلم، وعلشان كده بتروح يان على شركته وبتطلب انها تشوفه، بس تشي بيكون مشغول. ولان يان ما عندهاش ميعاد معاه بيقول للسكرتير انه يشوف لها ميعاد فاضي يحجز لها فيه، بس السكرتير بيكون نموذج حقير وبتعجبه يان جدا، فبيقرر انه يستغلها ويستفيد منها الاول. فبيكدب على يان وبيقول لها انه خد لها ميعاد من تشي وبيديها عنوان فندق كده يتقابلوا فيه بالليل، فبتفرح يان وبتشكره جدا. وبالليل بتروح على العنوان وبتلاقي السكرتير بيدخلها وبيقفل عليهم الباب، فبتبدأ انها تحس ان في حاجة غلط وتقلق منه كده، وفعلا بتلاقيه بيقرب منها وبيقول لها ان كل حاجة بتمنها ولو عاوزاه يساعدها فلازم تدفع تمن ده، وبيحاول انه يعتدي عليها الحقير بالغصب. وفي نفس الوقت ده بنشوف تشي واللي بيكون مع خطيبته ميمي وبتتكلم معاه عن قضية البنت اللي قتلت جدتها وانها هتدافع عن اهلها ضدها في المحكمة وكده. وبتقوم ميمي حاطاله مخدر وهو مش واخد باله وبتحاول انها تقرب منه، بس تشي بيصدها وبيخرج وهو حاسس انه تعبان ودايخ. وساعتها بتدي يان للسكرتير بالكاس على دماغه وبتطلع تجري، فبتقوم خابطة في تشي وساعتها بتاخده على الأوضة علشان يرتاح وبتديله مية عادي جدا، لكنه لما بيشربها وبيبدأ يحس بانه متخدر بيفكرها ان هي اللي خدرته علشان يساعدها في قضيتها، وبيقرب منها ساعتها غصب عنها وبعدها بيرميها وبيقولها انه هيحلل الازازة دي ويعرف هي خدرته بايه وساعتها هيقضيها على ده. وبتحاول يان تقنعه انها ما عملتش حاجة لكنه ما بيصدقهاش، وبكده بتكون الدنيا كلها اسودت في وش يان ولازم تثبت براءتها بنفسها. وفي الوقت ده بنشوف اهل يان واللي بيكونوا بيرشوا مديرة المدرسة اللي يان شغالة فيها علشان تمسح من كاميرات المراقبة اللقطة اللي هما جم اتخانقوا فيها هنا، وما تقدرش يان ساعتها تمسك اي دليل ضدهم. وساعتها بتوصل يان علشان تطلب المساعدة من مديرتها الا انها ما بتقفش معاها وبيبدأ الكل انه يلومها على قتل جدتها. وبيجي جان اخوها واللي بيسوق سمعتها وبيقول انها باعت نفسها للمحامي علشان تخليه يدافع عنها ويخرجها من القضية ظلم، وبيمسكها يضربها قدام الكل. وساعتها بيجي طفل صغير من الفصل بتاعها يدافع عنها وبيطمنها ان باباه اشطر محامي هنا وهو هيكلمه علشان يساعدها. وفي نفس الوقت ده بنشوف تشي واللي بيطلب من شان انه يعملوا تقرير عن حادثة البنت اللي قتلت جدتها دي، وساعتها بيبان على شان انه متفق هو وميمي على حاجة. وبيجي لتشي مكالمة من ابنه واللي بيطلب منه فيها يلحق المدرسة بتاعته يان علشان في ناس بيأذوها، بس تشي بيطلب منه يبعد عنها لانها بتمثل وبتعمل اي حاجة علشان تكسب تعاطفهم وبيقفل معاه. وساعتها ابوها بيقولها قدام الكل انها وحشة لدرجة ان محدش عايز يتعامل معاها وبيفضلوا يتهموها بالقتل والقسوة. وفي الوقت ده بيوصل التقرير بتاع ازازة المية اللي تشي كان فاكر ان يان حطاله فيه المخدر، وبيتصدم لما بيلاقيها مية عادية ما فيهاش اي حاجة وبيعرف ان يان بريئة، فبيقوم بسرعة علشان يروح يلحقها. وفي الوقت ده بيكون اخو يان ماسكها بيضربها جامد وعاوز يموتها من كتر الضرب، قال ايه يعني بينتقم للجدة منها، بس بيوصل تشي في الوقت المناسب وبيوقفه وبيلحقها. ولان يان اغمى عليها من التعب وابنه خايف عليها وعمال يعيط بيشيلها تشي وبياخدها على بيته، وبتفوق يان واللي بتلاقي نفسها في بيت تشي فبتشكره انه ساعدها وبتاخد بعضها وبتمشي. وبيجي تاني يوم
وبتكون دي ميعاد جلسة يان، وساعتها بيسألها القاضي على دليل براءتها، لكن يان ما بيكونش معاها دليل ولا حتى محامي. وبيكلم تشي شان وبيسأله لو لقى دليل ان يان بريئة، وعلى الرغم من ان الدليل بيكون معاه الا انه بيقوله انه ملقاش حاجة، وان يان شكلها كده المجرمة فعلا. وبنعرف ان شان خبى الأدلة اللي معاه دي بأمر من ميمي، واللي في مقابل ده هتتكفل بمصاريف علاج أمه المريضة. ولما بيروح تشيل شان المكتب بيتوتر شان وبيوقع دليل براءة يان على الأرض، وبيشوفه تشي بالصدفة، واللي بيتعصب من شان علشان خبى عليه ده، فبيعتذر منه شان وبيقوله انه اتجبر يعمل كده، وبيديله باقي الورق اللي هيفيده في القضية، وبيشرح له موقفه وانه عمل كده علشان أمه. بس تشي بيقوله انه هيحاسبه بعدين، وبيسيبه وبيمشي بسرعة علشان يلحق يان، وبيكون حاسس بالندم جدا لانه مصدقهاش وهي مظلومة. وبيجي وقت الحكم على يان، وبتطلب ميمي الحكم على المتهمة بالإعدام وتحقيق العدالة، ولأن كل الأدلة ضد يان بيكون لسه القاضي هيحكم عليها فعلا بالإعدام. لكن بيوصل ابننا تشي في الوقت المناسب، وبيقول انه المحامي الحاضر عن المتهمة يان، وانه معاه دليل براءتها كمان. وبيدخل تشي يعرض الأدلة اللي معاه، واللي بتكون القلم اللي الجدة طعنت بيه، واللي عليها بصمات جان وصور من كاميرات مراقبة الشارع. وجان بيتخلص من الدليل ده في الزبالة، وان كمان جان كان بيجبر يانا علشان تتخلى عن ممتلكاتها، وبيتخانق معاها وبيعنفها دايما. وعشان كده بتأجل المحكمة الحكم في القضية دي للجلسة اللي بعدها على ما يتحققوا من الأدلة اللي تشي جايبها لهم دي. وطبعا ده بيضايق ميمي جدا وأهل يان، وبيخرج تشي يعتذر من يان لأنه ظلمها ومصدقهاش، وبيطلب منها تركب معاه علشان يوصلها، بس هو بياخدها على المدرسة اللي كانت شغالة فيها علشان يجيب لها حقها الأول. وبيدخل شي يلوم المديرة على اللي عملته، وبيقول لها إن ممكن يرفع عليها قضية بتهمة تضليل العدالة وإخفاء الدليل والرشوة كمان. فبتخاف المديرة، واللي بتفضل تعتذر منه هو ويان وهي خايفة، وبتقول ليان إنها مصدقاها وإنها تقدر ترجع لشغلها في أي وقت كمان. ولما بتسامحها يان بيقرر تشي إنه يسيبها المرة دي، وبتروح يان تشكر تشي على اللي عمله معاها ده. ولما بيقول لها تشي إن ده حقها لأنه فهمها غلط، بتطلب منه يان إنه ينسى اللي حصل بينهم ده ويعتبره ما حصلش. ولما بيشوفها يوهي بيتبسط جدا لأنها رجعت على المدرسة من تاني، وبيعزمها على الأكل بالمناسبة دي وبيشبط فيها. ولما بتحاول يان تفهمه إن ده ما ينفعش، بيقول لها بكل تلقائية ان عمره ما شاف ابوه مهتم بواحدة كده، وان ممكن تبقى مامته قريب. فبيتحرج تشي وبيعمل نفسه ومش واخد باله، تحسوه كده في اللحظة دي عاوز يتبرى منه. ولما بتسكته يان لان ما ينفعش امه تسمع الكلام ده، بيفهمها يوهي ان ملوش ام اصلا، وده لان تشي متبنيه، ثم ان يعني تشي ما بيتعاملش مع بنات خالص غير خطيبته ميمي. وبيقول لها ان عمره ما شافه بيهتم بيها اصلا. وساعتها لما بتعرف يان ان تشي خاطب ما بتكونش عاوزة تسبب له مشاكل في حياته، وبتطلب منه انه ينزلها. وبتنزل يان، واللي فجأة بتيجي عربية تخبطها، وبينزل منها ابوها واخوها، واللي طبعا بيمسكوها يضربوها ويهنوها علشان شهدت ضد جان في المحكمة. وبتفضل يان تقول لابوها ان هي كمان بنته، وبتسأله هو ليه بيعمل معاها كده، بس واضح ان ابوها ده شخص انحيازي حقير وضميره معدوم، فما بيهتمش بيها وبيسيب جان يرنها علقة محترمة. لا وكمان بيبقوا عايزين ياخدوها يبيعوها للرجالة ويكسبوا من وراها فلوس. وفي الوقت ده بيكون يوهي لمحهم بالصدفة، وبيقول لتشين انه شاف الناس اللي ضربوا يان قدام المدرسة معديين في العربية من جنبهم. فبيبدأ تشين انه يقلق على يان وبيرجع لها تاني، وبيلاقي تشي اهلها ضربينها وبيخطفوها بالعافية، فبينزل يوقفهم هو ورجالته. ولما بيشوفوا ابو يان بيقولوا ان لو عجباه قوي كده ومهتم بيها ياخدها، بس يدفع لهم الاول. وبيشوف يوهي الضرب والتعذيب اللي يان اتعرضت له، فبتصعب عليه وبيؤمر رجالتهم انهم يساعدوها. وساعتها بيضرب تشي ابوها، وبياخد يان وبيحذرهم من انهم يقربوا منها تاني، وبيخلي رجالته يرنوهم العلقة التمام. وبياخد تشي على البيت وبيطهر لها جرحها، وساعتها بيقوم يوهي قايل لهم انهم لايقين على بعض جدا. فبيتحرج تشي وبيقوم علشان يجهز لهم ياكلوا. فبيروح يوهي بقى يقول ليان انها مش هتلاقي في جمال وحلاوة ابوه، وانه راجل كسيب وبيعرف يطبخ، يعني ما عندهاش سبب يخليها ما تتجوزهوش. وبيبان على يان انها حاسه بمشاعر اتجاه تشي فعلا، لانه دايما بيدافع عنها وهي اول مره حد يهتم بيها. وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا، فبيسأل يوهي يان هي هتجيب له اخ يلعب معاه امتى. في الوقت ده تحسوا تشي بيندم
بتندم على اليوم اللي اتبناه فيه بسبب لسانه الطويل ده، فبتتحرج له وبتشكر تشي على اللي عمله معاها وبتعرفه انها لازم تمشي. ولما بيجي تشي يخرج وراها بيلاقي ميمي داخله في وشه توقفه وبتسأله هي يان كانت بتعمل ايه عنده، وبتروح يان تحجز اوضه في فندق علشان ملهاش مكان تروح فيه. وبالصدفه بيشوفها شان وبيرن على ابوه علشان يجيله وينتقموا منها، وبتكون يان قاعده في امان الله وبتلاقي الباب بيخبط، فبتقوم تفتح لانها مفكراه عامل من الفندق، بس بتتفاجئ بجان وابوها واللي بيدخلوا يضربوها تاني علشان يعلموها الادب ويندموها على اللي هي عملته معاهم. وبيصورها ابوها بالغصب علشان يقدر يبيعها لزعيم القريه بتاعتهم، وساعتها يان بتهددهم بانها هتموت نفسها لو قربوا لها وهتوديهم في 60 داهيه. وبترن يان على تشي على امل انه يلحقها، لكنها بتلاقي ميمي بترد على موبايله، فبتفتكر انه شخص خاطب وما ينفعش تزعجه او تدمر له حياته بمشاكلها. ولما بيقرب منها ابوها بتزقه يان وهي يائسه من الدنيا وبتروح ترمي نفسها من الشباك قصاد عينيهم. والمشكله ان محدش فيهم بيتاثر، ده كل اللي بيفكروا فيه انهم يهربوا بسرعه قبل ما حد يشوفهم. بس الحمد لله بتكون يان نطت من دور قريب للارض وما بيحصلهاش حاجه، وبتحاول انها تهرب بسرعه لكنهم بيشوفوها وبيجروا وراها. وبيخرج تشي من الحمام بيلاقي موبايله في ايد ميمي، فبياخده منها من غير ما يركز معاها وبيقولها ان الوقت اتاخر ولازم تروح. فبتقوله ميمي انها خطيبته وعادي لو باتت معاه لانهم هيتجوزوا قريب يعني، لكن تشي ما بيوافقش على ده برضه. وساعتها بتطلب منه ميمي انه حتى يوصلها علشان الوقت اتاخر، وبتوعده انها مش هتيجي في وقت متاخر تاني. فبياخدها تشي علشان يوصلها، وفجاه بيحس انه دايخ وبيفتكر ان ده حصله برضه وقت ما كان متخدر، فبيفهم ان ميمي هي اللي خدرته يومها برضه. وبتحاول ميمي انها تقرب منه لكنه بيفتح باب عربيته وبيرميها منها وبيسيبها وبيمشي. وساعتها بتاخد ميمي تاكسي وتروح وراه برضه، اما ست لازقه بصحيح. وبيلاقي تشي ان يان اتصلت بيه، فبيعرف ان ميمي هي اللي ردت عليها، وساعتها بيرن على شان وده عشان يحدد له موقع يان بسرعه. وبتلاقي يان موبايلها اتكسر وما بتكونش عارفه تعمل ايه، بس ابننا بيوصل في الوقت المناسب وبيلحقها منهم. ولما بيشوف اللي عملوه فيها بيفضل يضربهم زي المجنون. وبتيجي ميمي واللي بتحاول انها تحوش ما بينهم لكن تشي بيبعدها عنه. ولما بتلومه ميمي لانه بيدافع عن يان وبتقوله انها خطيبته، بيفكرها تشي ان خطوبتهم دي كانت بالاتفاق وانه محبهاش من الاول، وبيقولها ان ملهاش الحق في انها تتدخل في حياته. وبياخد يان وبيمشي. وساعتها بتروح ميمي لاهل يان واللي بتتفق معاهم على خطة علشان يتخلصوا منها. وفي الطريق بتوقف يان تشي وبتسأله هو ليه لطيف معاها كده وبيعملها كويس، وكمان ليه اتخانق مع خطيبته بسببها. فبيقول لها تشي انه هيفسخ خطوبته من ميمي لانه محبهاش ولان هي الشخص اللي هو حبه. ولما بتعرف يان ان تشي حبها بتقرب منه فجأة لما بيسألها عن مشاعرها تجاهه، وساعتها بيقرروا انهم يفضلوا مع بعض. وبياخد تشي يان على بيته وبيقعد يطهر لها جروحها وبيعتذر لها لانه وصل متأخر كمان. وبيعرفها تشي ان عيد ميلاد مامته كمان يومين وانه هياخدها معاه علشان يجيب لها هدوم الصبح. وفي الوقت ده بتكون ميمي قاعدة مع جان في مكان وبتوريله الأدلة اللي معاها اللي تثبت ان هو اللي قتل الجدة فعلا. فبيسألها جان هي عاوزة منه ايه في مقابل انها تخبي ان هو القاتل الحقيقي. فبتعرفه ميمي ان هي سجلت كلامه ده دلوقتي وبكده تقدر توديه في 60 داهية لو فكر بس يلعب معاها او يغدر بيها. وبتأكد عليه انه ينفذ خطتها بالحرف الواحد من غير اي غلطات والا هتندمه. وبتقوم سايباه وماشية. وبيجي تاني يوم وبياخد تشيان علشان يشتري لها هدوم تحضر بيها عيد ميلاد مامته، وبيفضل قاعد مستنيها تقيس الهدوم بكل حب وصبر وبيختار لها الفستان اللي هتحضر بيه كمان. في دخلة ميمي واللي بتشوفهم سوا وطبعا بتروح تتمسكن على تشي وبتعمل نفسها الست الطيبة المتفهمة وبتتكلم معاه عادي جدا وبتقوله انها جاية تشتري فستان جديد علشان عيد ميلاد مامته. فبيقولها تشي ان عنده مفاجأة هيعلنها في العيد الميلاد، فبتفرح العبيطة وبتفكر انه هيطلب منها تتجوزه قدام كل الناس وان يان بالنسبة له مجرد لعبة بيتسلى بيها وهتروح لحالها. وبيبان على يان الغيرة وبتسأله عن المفاجأة اللي عاملها لميمي، لكن تشي بيطلب منها ما تستعجلش وهي هتعرف كل حاجة في وقتها. وبالليل
بتوصل ميمي على الحفلة واللي الكل بيبقى شايفها أجمل واحدة في الحفلة، وبنشوف صحابها اللي بيطبلوا لها في كل حاجة علشان هي بس هتتجوز من عيلة تشين. وبتقول لها واحدة فيهم إنها كانت في مزاد من يومين وشافت تشي وهو بيشتري خاتم مميز قيمته ملايين، فبتقول لهم ميمي بكل فخر إنه أكيد تشي اشتراهولها علشان هو ناوي يفاجئها النهاردة ويتقدم لها. وبتقعد بقى تفخمها في نفسها لحد ما هتاخد صدمة تفوقها دلوقتي. المهم في الوقت ده بيوصل لتشي مع يان، لكن بيجيله مكالمة من مامته واللي بتقوله ان السواق بتاعها محشور في زحمة الطريق وهي كده هتتأخر، فبينزل تشي يان علشان تستناه جوه على ما يروح يجيب مامته ويرجع، وبيطمنها انه مش هيتأخر عليها. واول لما بتدخل يان على المكان بتبهر الكل بجمالها وبيفضلوا يتكلموا عنها وعايزين يعرفوا هي مين. فبيجي واحد ابن حلال كده وبيقول ان دي البنت اللي جنب تشي دايما الفترة دي، وساعتها ميمي بتتضايق جدا فبتقول لهم ان دي البنت اللي قتلت جدتها، وبتقوم ضربها بالقلم وهيناها قصاد الكل هي واصحابها. وفي الوقت ده بيكون تشي بيتكلم مع مامته وان عاوز يعرفها على بنت كويسة، بس مامته بتطمنه ان الفتان الصغير حكالها على كل حاجة. وساعتها بيجي مكالمة لتشي بيعرف منها ان يان بتتعرض للتنمر والاهانة، فبيتخض عليها وبيزود سرعته وبيكون عندها في ثانية الا ثانية. واول ما بيدخل تشي بيزعق في ميمي واصحابها وبيقوم يان من على الارض وبيقول للكل ان المحكمة حكمت ان يان بريئة لحد ما يثبت عكس ده، وان ميمي رغم انها محامية الا انها بتزيف الحقيقة وما عندهاش ضمير. وطبعا ميمي بتحاول انها تجمل نفسها وتطلع باي حاجة تبرر بيها موقفها ده، بس ساعتها تشي بيطلب من يان انها ترد لها نفس القلم اللي اديته لها، بس يان ما بتكونش شخصية عدوانية وبتكون خايفة تعمل كده، فبيقول لها تشي انها لازم تتعلم تاخد حقها من اي حد يأذيها حتى لو الحد ده كان هو. وبيقوم واخد ايد يان ولطش بيها البت الحرباية دي بالقلم قدام الكل وبيخلي شكلها زي الزفت. فبتروح ميمي تتحامى في ام تشي وتقعد تقول لها ان يان كدابة ومش بريئة زي ما تشي فاكرها وانها بتخدعه. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم جان وهو معاه صندوق رماد جدته وعمال يعيط ويندب في الحفلة وجاي يفضحهم ويعكنن على الولية في عيد ميلادها، وبيبدأ الكل انه يتكلم على اللي بيحصل ده. وساعتها بيزعق فيه تشي وبيقوله يبطل تمثيل لان هو القاتل الحقيقي، فبيطلب منه جان بثقة انه يثبت ده. وساعتها بيرن تشي عشان يجيب له الفلاشة بتاعته من الدرج، بس الغريبة ان شان ما بيلاقيهاش، وبنعرف ان ميمي هي اللي دخلت مكتب تشي وسرقتها طبعا، بس تشي بيكون عامل حسابه. وساعتها بيوصل فيديو لكل الموجودين بالأدلة اللي تشي جمعها ضد جان، وساعتها الكل بيفهم الحقيقة وده بيخلي ميمي هتولع كده من العصبية. ووقتها بيأمر تشي رجالته يمسكوه وبتطلب الأم من يان انها تعاقبه بنفسها لان الاشكال دي ما ينفعش معاها غير كده، بس يان ما بتقدرش انها تعمل ده وده عشان بنتنا قلبها طيب، فبتأمر الجدة الرجالة انهم ياخدوه يعاقبوه على اللي عمله ده لدرجة انه ما يقدرش يدوس على رجله ويقرب من بيتهم تاني. وساعتها الام بتعاملها بلطف وبتطمنها انهم مش هيسمحوا لحد يقرب منها تاني. ولما بتلومها ميمي لانها المفروض يعني خطيبة ابنها بتبصلها بقرف كده بتقولها انها بوظت الاتفاق اللي كان بين العيلتين بتصرفاتها دي، وعلشان كده الخطوبة اللي بينها وبين تشي خلاص اتفسخت وفضوها سيرة خالص. وطبعا ميمي بتتضايق جدا لانهم هنوها قدام الكل وبتقرر انها تنتقم من يان وتندمها على ده. وبالليل بتلاقي يان اخوها بيرن عليها وبيهددها بانها يا اما تجيب له مبلغ 30 مليون او هيرمي رماد جدتها في الحمام. وطبعا ده بيخلي يان تتضايق قوي لانها عارفة انهم ممكن يعملوا اي حاجة عشان الفلوس، بس هي ما بتكونش عارفة هي هتطلب مبلغ زي ده ازاي من تشي. ولما بيجي تشي بيلاحظ ان يان عندها مشكلة مضايقاها وبيطلب انها تحكي له اللي حصل، فبتقوله يان على اخوها طلبه. وساعتها من غير اي تردد بيخرج لها تشي من الدرج بتاعه شيك وبيقول لها تكتب فيه المبلغ اللي محتاجاه، فبتقوله يان ان ده مبلغ كبير جدا هي مش هتقدر ترجعهوله، لكن تشي بيقول لها ان المهم دلوقتي ترجع بس رماد الجدة وبعد كده ما تشيلش هم اي حاجة تانية وهي معاه. فبتحضن يان وبتشكره وبتروح يان تاني يوم لاهلها علشان تديهم الشيك، بس بنعرف انها اتذاكت وبدلته ومزوره الامضة علشان ما يقدروش يصرفوه. وبتقدر يان انها تاخد رماد جدتها وتمشي بعد ما ضحكت عليهم. وبيجي للتيم مكالمة من ميمي واللي بتقوله انها هتعمل اتفاق بخصوص قضية يان وبتطلب منه انها تقابله. وفي الوقت ده بيروح جين وابوه علشان يصرفوا الشيك لكنهم بيطردوا من البنك وبيترموا في الشارع علشان التوقيع مزور. وساعتها بتضحك عليهم ميمي لانهم اتخدعوا بسهولة كده وبتعرض عليهم خطة شيطانية علشان ينتقموا منها وده لان هدفهم واحد. وبعدها بتروح ميمي تقابل تشي واللي بتقوله انها بتحبه جدا
جدا، وبتكون عايزاه يسيب يان ويتجوزها في مقابل انها تساعده ينقذها من اهلها. وعلى الجانب الاخر بتكون يان بتزور قبر جدتها وهي منهارة، وفجأة بتلاقي اهلها داخلين عليها ومعاها زعيم قريتهم واللي بيكونوا باعوها ليه، وبيحاول الزعيم انه يقرب منها غصب عنها، لكنها بتقوم لطشاه بالقلم وبتحاول انها تهرب منهم، بس طبعا ما بتقدرش لانهم بيضربوها وبيكتفوها. وفي اللحظة دي بيوصل تشي ورجالته مع ميمي، واللي بتطلب منه ميمي ينفصل عن تشي ويتجوزها وساعتها هتعرفه مكانها، لكن تشي بيحرق دمها وبيقولها انه ممكن يتجوزها في احلامها بس. وبيقوم ماسك اهل يان رنينهم علقة محترمة، وخاصة جين، واللي بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقع منه على الارض. وساعتها ابوه بيتقهر عليه وبيقوم واخد السكينة من جيب جين وقايم طاعن بيها تشي، وبتنهار بنتنا يان من الخوف، لكن ميمي بتزقها وبتطلب من الرجالة ياخدوها المستشفى فورا. وبتيجي يان تروح معاهم، بس ميمي بترميها لابوها واللي بيكتفها وبيرجعها على البيت غصب، وبيحبسها في اوضتها كمان. ده مش بس كده، بيدخل عليها الزعيم وبيقوله يعمل فيها اللي هو عايزه، بس المرة دي يان بتفضل تقاوم فيه وبتضربه لحد ما بتقدر انها تهرب منهم ومحدش فيهم بيقدر يمسكها. وبتوصل يان على المستشفى وهي منهارة من العياط، وبتترجى تشي ما يسيبهاش زي ما جدتها سابتها، لان هي ما بقاش ليها حد غيره في الدنيا دي. فبيفوق تشي وبيطمنها انه معاها ومش هيحصل له اي حاجة غير لما يجيب لها حقها من الناس دي. وفي الوقت ده بتوصل الحرباية بتاعتنا وهي معاها اكل لتشي، بس رجالته بيرفضوا انهم يدخلوها وبيقولوا لها ان تشي معاه يان جوه، ورفض ان حد تاني يزوره لانها لسه ما قدرتش تخلص منها بعد كل ده. وبيمر الوقت وبيجي ميعاد جلسة يان، والمرة دي بيكون تشي جنبها واللي بيقدر انه يثبت براءة يان وان جان هو القاتل. ده مش بس كده، بيثبت كمان ان جان وابوه حاولوا انهم يقتلوا يان، وعلشان كده بيتحاكم على جان بالاعدام، وعلى ابوها ب10 سنين، وكمان على ميمي ب3 سنين. بس ميمي بتكون ما حضرتش الجلسة حتى، وبنشوفها وهي لما شنطة هدومها ورايحة على المطار علشان تهرب، لكنها بتلاقي الشرطة موقفاها وبتقبض عليها، وبكده يكون تشي جاب ليان حقها زي ما وعدها. ده مش بس كده، ده كمان بيقبضوا على زعيم القرية لانه شخص معتدي وحقير، وبيفرح كل اهل القرية لانهم اخيرا هيخلصوا من ظلمه واستعباده ليهم. وساعتها بتكون يان مبسوطة جدا لان اخيرا ربنا عوضها عن كل القهر والظلم اللي عاشته طول حياتها بسبب اهلها. وفي اللحظة دي بيجي مكالمة ليان، واللي اول لما بترد بتفرح وبتبعد عن تشي بسرعة علشان ما يسمعهاش. فبيستغرب تشي لان يان اول مرة تبقى مبسوطة كده، وبيفضل تشي طول اليوم مقموص من يان عشان سألها بتكلم مين ومرضتش تقوله، بس يان بترخم عليه برضه وما بترضوش انها تريحه. وبعد زن طويل عريض من تشي بتقوله يان اخيرا انها حامل، وبيفرح تشي جدا ولان كل حاجة كانت مخوفاهم انتهت، وهيعيشوا سوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ولحد هنا يا حلوين بيكون خلص احداث مسلسلنا، ويا رب يكون عجبكم. بس ما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الرابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف.